أهلا بيكم في الحلقة الجديدة من الكورس. النهاردة هنتكلم على أهم الأدوات اللي هتساعدك في رحلتك وأنت بتحاول إن أنت تكسب فلوس من التسويق الإلكتروني. رقم واحد هو تشات جي بي تي. تشات جي بي تي واحد من أهم الأدوات اللي أنت ممكن تستخدمها حاليا. أي حاجة أنت ما بتعرفهاش أو ما بتعرفش تعملها تشات جي بي تي هيساعدك فيها. يعني لو أنت ما بتعرفش تكتب محتوى كويس بحيث إن هو يكون جذاب ويلفت انتباه العميل، شات جي بي تي يقدر إن هو يكتب لك محتوى وأنت تعدل عليه تعديلات بسيطة جدًا. شات جي بي تي لو أنت مش عارف أي سؤال أو عندك أي سؤال مش عارف تجاوب عليه ممكن تسأله وهو يجاوبك. شات جي بي تي لو قابلتك أي مشكلة ممكن تاخد كده مثلًا قابلتك أي مشكلة تقنية في الويب سايت بتاعك، قابلتك أي مشكلة أنت مش عارف حلها، مش عارف إزاي تعدّل حاجة جوّه صفحتك، هتخش تقول له اللي أنت محتاجه أو تدّي له صورة الحاجة. يعني أنا مثلًا عندي مشكلة في الويب سايت بتاعي ومش فاهم المشكلة، باخش أشرح له المشكلة وأدّي له الصورة اللي ظاهر فيها الerror، يبدأ إن هو يحلل لك المشكلة ويقول لك ممكن تكون حلولها إيه وممكن تكون المشكلة جاية من إيه. كتابة المحتوى بيكتب لك محتوى كويس، زي ما شُفنا وإحنا بنحط الخدمة بتاعتنا على الموقع بتاع خمسات، كنا بندّي له الحاجة وهو بيجاوب علينا وبناخد الكلام ده ونحطه في الموقع. تقدر كمان تخلّي ChatGPT يكتب لك proposal لو أنت عاوز تقدّم على شغلانات على مستقل، ولكن أنا بافضّل الطريقة اللي إحنا اتكلّمنا بيها لإن دي أحسن طريقة هتخلّي العميل يختارك، ولكن أنا باكلّمك في إن ChatGPT قادر يساعدك بكل الأشكال وبكل الطرق اللي ممكن تيجي في دماغك. مهم أوي إنك تتعلّم إزاي تستخدمه. ChatGPT هو المستقبل والتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، لازم تتعلّم تستخدمه بشكل كويس وتطلّع منّه أحسن نتايج. يبقى رقم 1 معانا في الأدوات هو تشات جي بي تي. رقم 2 كانفا. كانفا من الويب سايتس أو من البرامج اللي ما ينفعش تستغنى عنها. عايز تعمل لوجو للبيزنس بتاعك وأنت لسه بادئ، كانفا. عايز تعمل تصميمات للبيزنس بتاعك وأنت لسه بادئ، كانفا. عاوز تعمل تصميمات لعميل وتطلع شكلها بروفيشنال، برضه كانفا. عاوز تعمل برزنتيشن، عايز تعمل سي في، عايز تعمل أي تصميم هيخطر على بالك هتقدر تعمله على كانفا. عاوز تعدل على الصور بتاعتك، عندك منتجات وعاوز تعدل عليها، برضه هتستخدم كانفا. كانفا واحد من أهم البرامج اللي أنت ممكن تستخدمه، ومن كتر ما هو مهم أنا بارشّح إن أنت تشترك في النسخة الPro منّه، لإن النسخة الPro منّه بتدّيك إمكانيات أكتر وحاجات شكلها أحلى، بتدّيك elements أكتر وهتطلّع لك حاجات professional أكتر. فلو تقدر تشترك في الPro اشترك في Canva Pro لإنه واحد من أهم الأدوات اللي أنت برضه مش هتقدر تستغنى عنها. عاوز صورة بمقاسات معيّنة، عاوز تصميم بمقاسات معيّنة، عاوز تعمل تصميم إعلاني ليك، Canva من أهم الأدوات اللي أنت ممكن تستخدمها. طيب ورقم 3 للمونتاج بتاع الفيديوهات وهو CapCut. كاب كات هو من اسهل البرامج اللي انت تقدر تستخدمها دلوقتي. في برامج بروفيشنال زي ادوبي بريمير وزي دافينشي ريسولف وزي الكلام ده، ولكن كاب كات هو بالنسبه لك هيكون اسهل برنامج اللي هيساعدك تعمل كل حاجه بطريقه سلسه وبسيطه. ولو قابلتك مشكله في ان التحديثات الاخيره لكاب كات بقت كلها برو وكل حاجه فيها بقت عاوزه اشتراك وانت مش قادر ان انت تشترك فيه، ممكن تخش على جوجل وتنزل نسخة قديمة وما تعملهاش تحديثات وتستخدم النسخة القديمة، هتبقى كافية معاك وهتساعدك إن أنت تعمل فيديوهاتك بشكل كويس. دول أهم 3 أدوات أنا باستخدمهم. طيب دول كده 3 أدوات علشان الmedia production زي ما بنسميها أو صناعة المحتوى، وChatGPT برضه داخل معاك في حاجات تانية كتير. وبعد كده نيجي نتكلم على الأدوات بتاعة تحليل السوق. أنت عندك زي ما قُلت لك Uber Suggest وعندك Google Trends وعندك Google Keyword. دول أحلى 3 أدوات هتقدر إن أنت تستخدمهم علشان تعمل تحليل للسوق بتاعك لمّا تحب تعرف معدلات البحث على مجال معين أو على كلمة معينة قد إيه، لأن ده برضه هيفيدك بشكل كبير في الشغل بتاعك. فمهم إن أنت تجمّع الأدوات وأهم الأدوات اللي أنت هتستخدمها. زي ما قُلت لك أنا بالنسبة لي أهم 3 أدوات لازم إن أنت تعرفهم ولازم تهتم بيهم هو Canva، ChatGPT وCapCut. دول أهم 3 أدوات أنت هتحتاجهم. ممكن بقى عليهم Uber Suggest، Google Trends، Google Keywords، وممكن كمان لازم تبقى عارف الMeta Ads Library لأن دي من أهم الحاجات اللي أنت هتستخدمها، اللي هي بتخلّيك تشوف إعلانات المنافسين بتوعك، وبتخلّيك تشوف إعلانات الأماكن عمومًا اللي شغّالة في المنطقة أو في المكان اللي أنت فيه، أو في منطقة أو في مكان برّه المكان اللي أنت فيه. فمهم أوي تبقى بتشوف إعلانات الناس علشان تقدر دايمًا تعمل تحليل كده وهتوصّلك لحاجات كتير وتقدر كمان تبيع من خلالها. فمهم إن أنت تبقى عارف الMeta Library. وفي نفس الوقت عندك على تيك توك نفس الكلام حاجة اسمها creator agency، أو ممكن تكتب برضه تيك توك ads library هيطلع معاك نفس السيرش واحد وهيطلع لك برضه مكتبة الإعلانات الخاصة بتيك توك علشان تشوف الناس اللي مشغلة إعلاناتهم على تيك توك مشغلين إعلاناتهم على إيه بالضبط، وإيه الحاجات اللي جايبة نتايج كويسة، وإيه الحاجات اللي أنت ممكن تشغّل عليها، فده برضه هيبقى مناسب جدًا ليك.
فمهم ان انت تدور على الادوات دي بشكل مستمر. وانت لو دخلت على تشات جي بي تي اصلا وقلت له ايه هي اهم الادوات اللي هحتاجها لو انا بشتغل في المكان الفلاني، هيطلع لك احسن الادوات المناسبه ليك اللي انت تقدر تستخدمها. تابعنا بقى الحلقه الجايه علشان هديك حاجه مهمه جدا ومفيده جدا ليك، وان شاء الله هتتبسط بيها واقدر ان انا اساعدك عن طريقها. اشوفكم الحلقه الجايه.